زي ما اتعرفنا مع بعض قبل كده على كلمات إيطالية بتستخدم في مصر وبتتقال كأنها كلمات مصرية، واتكلمنا في الفيديو الخاص بالكلمات دي ككلمات كنموذج للكلمات. ولكن الكلمات الإيطالية في مصر موجودة بشكل قوي جدا، وفي كلمات مستخدمة بشكل كبير جدا، منها كلمات مستخدمة في الحياة العامة وفي الحياة اليومية بشكل كبير جدا، زي كلمات زي كلمة كورنيتشا. كورنيتشا مم. كورنيتشا اللي هي موجودة في مصر باسم كورنيش. كورنيتشا زي كورنيش النيل. كورنيتشا دي كلمة إيطالي اللي هي بقت كورنيش. كورنيش النيل. كورنيش بالإيطالي يعني إطار أو فريم. بتستخدم بنقول كورنيش النيل، يعني كورنيش. الكورنيش بتاعت الستاير، لأنها بتبقى إطار أو فريم لشيء معين، فهي كورنيتشا. بكلمة مستخدمة في مصر كتيرة جدا برضو، كلمة مثلا زي كلمة فاتورة. اه، فاتورة. لما حد بيشتري حاجات من محل بياخد من المحل ده فاتورة. فاتورة دي كلمة إيطالية، واضح جدا إنها مستخدمة في مصر بشكل قوي جدا. فاتورة. كلمة ماكينة. 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 ماكينة اللي هو الموتور بتاع العربية مثلا، بتاع اللي في مصر الماكينة. مكنة الكهرباء، مكنة رفع المية، موتور أي حاجة بتاع اللي في مصر الماكينة. دي كلمة إيطالية جدا، اللي هي بالإنجليش ماشين. في كلمات إيطالية مستخدمة جدا في الحياة العامة برضه في مصر، زي كلمة تورتة. كلمة تورتة دي كلمة إيطالي. كلمة ليستا. ليستا اللي هي القائمة. عامل ليستا بالطلبات، ليستا بالبيانات، ليستا بالطلبات. كلمة ليستا دي كلمة إيطالي بتستخدم في مصر طبعا بشكل قوي جدا. مش بس في الحياة العامة في كلمات مستخدمة إيطالية، ده في بعض مجالات مثلا زي في القانون مثلا. كلمة كونتراتو. كونتراتو اللي هو العقد. دي كلمة إيطالية جدا طبعا. كونتراتو اللي هو العقد. كلمة أفوكاتو. كلمة بروتوستو. بروتوستو دي كلمة مستخدمة في القانون المصري، في في نطاق في أكتر في القانون التجاري، أكتر في المعاملات التجارية والخاصة بالتجارة والتجار وهكذا. في مصطلح البروتوستو موجود زي ما هو في الحياة القانونية المصرية. بروتوستو. في الحياة العامة برضو من كلمة كوميديا. كوميديا. كوميديا دي كلمة إيطالية طبعا. في مجالات تانية زي مثلا زي في الملابس مثلا. اتكلمنا قبل كده عن كلمة كرافاتا، عن كلمة جونا اللي هي جاية منها جونيلا اللي هي الجوب. اتكلمنا عن بنطلوني اللي هي جاية من كلمة اللي بقت في مصر اللي هو البنطلون. اتكلمنا برضو عن كلمة ميزورا. ميزورا اللي هي اللي بيتقاس بيها الميزورا اللي هي بقت في مصر المازورة. في كلمات زي فيستيتو اتكلمنا عنها قبل كده برضه في الملابس. في كلمات برضه في مجالات تانية زي كلمة مثلا كومبانيا. كومبانيا اللي هي الشركة. شركة بالإيطالي معناها كومبانيا. في كلمات زي كلمة روبابيكيا. دي كلمة شائعة جدا في مصر. كلمة روبابيكيا اللي هي الملابس القديمة. بس في حاجة بخصوص كلمة روبابيكيا. كلمة روبابيكيا هي بالإيطالي أصلا روبا فيكيا. روبا فيكيا. بس هو يعني في بعض اللغات بيحصل حاجة اسمها حروف إبدال، يعني بيتم إبدال حرف بحرف معين بيبقى أسهل النطق شوية. فكلمة روبا فيكيا بقت في مصر روبا بيكيا، اللي هي من أصل إيطالي طبعا، معناها الملابس المستخدمة أو الملابس القديمة. روبا فيكيا. روبا بيكيا. كلمة سلاطة. سلطة. سلطة دي كلمة إيطالي واضح جدا. كلمة فيسبا. فيسبا زي الموتورينو، زي الموتوسيكل. الموتوسيكل بتتقال في مصر كلمة فيسبا على بعض أنواع من السكوترز، بتبقى اسمها الفيسبا. كلمة إيطالي أكيد. كلمات كتيرة جدا جدا إيطالية شائعة في مصر. دي بعض الكلمات الإيطالية الموجودة في مصر. ميرسي. ثانك يو.